تعالوا بقى اوريكم ماك او اي ماك من اول 6000 جنيه يا محمد. دي حاجات ماك نقط ب 6000 جنيه. انا لما عرفت ان محمد جاي النهارده جايب شويه جرابات حبيبي. لينكس اصلي، حاجات حبيبي. مش موجوده بص عند بقى حد يعني. اصلا. تقدر كل اللي انت شفته ده كله تقدر انك انت تقسطه وما تدفعش حاجه خالص. لحظه، بالبطاقه. انت متخيل ان انت معاك اوبشن تقسيط لحد 40 شهر؟ 60 بقوا 60. عارف يعني ايه 60 شهر ممكن تقسط بيهم موبايل تقسط جنيه؟ الايربودز كمان ب 15 جنيه في اليوم. عندنا احنا بس الكلام ده 50% عرض على الاكسسوار كله خصم عشان خاطر محمد. انزل حط لايك، انزل حط لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم كل اخواتي وحبايبي في الشانل بتاعتنا. الستوري النهارده انا اللي طلبت ان انا اجي واصور فيه. لو خدتوا بالكم من بعض الفيديوهات اللي قدمتها دايما كنت بثبت كومنت واقول لكم انا غير مسؤول عن اي موبايل مستعمل انت ممكن تروح تشتريه. انا بس اللي مطلوب مني ان انا بقدم لك متوسط الاسعار وبقول لك انت المسؤول عن اي جهاز انت ممكن تروح تشتريه من اي ستور. ولكن النهارده الوضع مختلف، لان انا النهارده بما اني انا اللي طلبت اصور داخل الستور فانا بقول لك المكان النهارده هيكون مضمون بالنسبه لك بنسبه 100%، وفعلا مكان يستاهل ان انت تثق فيه وتيجي تشتري منه. طيب ايه اللي مميز في المكان دوت؟ اول حاجه انت هنا لو عايز تشتري موبايل بالتقسيط هتلاقي الاوبشن ده موجود معاك. لو عايز تشتري موبايل يوزد هتشوف هنا حالات انت يمكن اول مره هتشوفها عندي على الشانل. لو عايز تشتري موبايل جديد برضه هيكون متاح معاك. لو عايز تشحن لاي محافظه، لو انت في اي محافظه في مصر الموبايل ممكن يوصل لك بكل سهوله. طب هل بس كده؟ ده الفيديو هيكون فيه تفاصيل كتير جدا وحاجات فعلا هتفيدك. خليك معايا لنهايه الفيديو لانك هتشوف تفاصيل وخصومات وهدايا كتير جدا داخل الفيديو. فما تنساش دلوقتي تروح تجيب كوبايه القهوه بتاعتك وتركز في كل حاجه داخل الفيديو. واهم حاجه ما تنساش تعمل لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ويقدر يشوفه ويستفاد زيك. يلا بينا. طيب يا شباب، النهارده بقى معانا مستر طه، هو اللي هيكون معانا في الفيديو كله وهيقول لنا تفاصيل المكان وهيقول لنا اسعار الموبايلات وهيقول لنا العروض اللي احنا محتاجينها وهيقول لنا كل حاجه. طبعا زي ما قلت لك في البدايه، اول حاجه مطلوبه منك دلوقتي تنزل وتعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وافضل كومنت هيكون موجود على الفيديو وهياخد عدد لايكات هيفوز معانا بايفون دوت، هيبقى من خلالي انا وليس من خلال الستور. فكل دلوقتي ينزل يتفاعل مع الفيديو. يلا نبدا مع مستر طه دلوقتي ونشوف ايه المكان اللي احنا جايين نصور فيه او ايه الموبايلات، ويعرفنا على المكان. اولا اهلا بك يا مستر طه. عامل ايه يا محمد؟ ايه الاخبار؟ حبيبي الحمد لله بخير. يا ريت تعرفنا كده مبدئيا، بس تعرف الناس اللي بتشوفنا دلوقتي المتابعين، عرفنا بالمكان بتاعك، عرفنا دلوقتي العنوان، عرفنا الاجهزه عندك بتطلع ازاي، ايه الضمان اللي بيطلع معاها. مبدئيا كده احنا الفرع بتاعنا هنا ده من 2007. احنا اول ناس متخصصين في الايفون، بس صيانه وبيع وشراء وكل الكلام ده كله عندنا هنا في ايفون ستور الهرم. احنا مكاننا فين؟ احنا مكاننا في منتصف شارع العريش في الهرم. طيب دلوقتي يا مستر طه انا في سؤال عايز اقوله لك. انا بمجرد ما دخلت المكان هنا وسبب ان انا جيت اصور معاك وانا اللي طلبت ده، لما دخلت المكان ما لقيتوش مجرد ستور بيبيع لايفون مثلا اجهزه عادي، لا انا حسيت ان المكان هنا واخد شويه من توكيلات ابل. فهل انتوا ليكوا صله مثلا بتوكيل ابل ولا بس هو مجرد الديزاين اللي موجود في المكان؟ احنا فعلا في 2020 خدنا اوزرايزد من اي بي ام في الصيانه، وخدنا اوزرايزد من اي بي ام برضو في المبيعات سنه 23. طيب خليني اسالك سؤال، هو مش واقعي شويه ان انا اساله لك، ولكن خليني برضه اساله لك وقول لي ايه اللي ممكن يكون بيميز ايفون ستور هنا عن اي ستور تاني، او انتوا بتنفردوا بايه مثلا في البيع والشراء بتاعكم عن باقي اي ستور عامه بيبيع؟ بص، احنا مبدئيا احنا بنتعامل مع العميل اللي بيجي لنا، مش ان هو عميل ان هو جه اشترى وخلاص وما نعرفش اي عنه حاجه، ولا الجهاز مثلا لو في مشكله او حاجه. لا، انا ببقى معايا طول فتره الضمان وبدي لك ضمان 3 شهور على اي جهاز عندي، والضمان سنه على اي جهاز جديد. طبعا احنا هيبقى لنا عروض بقى وخصومات وهدايا دلوقتي المفروض هتبقى لكل المتابعين، بس احنا هنخليها لنهايه الفيديو عشان يبقى المشاهد معانا اطول وقت ممكن ويقدر يستفيد من اللي موجود جوه الفيديو. طيب قول لي، هل انت هنا بتعرض بس ايفونات مستعمله ولا عندك منتجات تانية ممكن اي عميل يشوفها؟ لان انا شفت حاجات كتير هنا. عندي اي حاجه تخص الابل، اي حاجه فيها تفاح هتلاقيها موجوده هنا عندنا في ايفون ستور الهرم. قول لي زي ايه مثلا؟ عندي ايبادات، عندي ماكات، اي ماكات، عندي بلاي ستيشن، الايربودزات، الابل ووتش، كل الكلام ده كله موجود عندي. خلي بالكم ان انا اتسالت على الايباد كتير جدا والحمد لله لقيناه متوفر هنا النهارده، وبرضه هنعرضه لكم، هنعرضه بالاسعار. طيب خليني اقول لك بقى ان انا في بدايه الفيديو قلت لك ان الاجهزه هنا لو انت فعلا بتدور على حاله للموبايل فعلا هنا هتلاقي حالات ممتازه جدا. فتعالى دلوقتي اوريك بس كده خلفيه بسيطه عن بعض حالات الاجهزه، عن بعض مثلا الاسعار بتاعتها بتبدا من كام وبتنتهي فين. تعالوا نشوف مع بعض كده فكره بسيطه عن الاسعار. دلوقتي يا مستر طه احنا لو هنبدا بالايد بلس مثلا الابيض اللي انا شايفه دلوقتي، يا ريت تقول لنا ده سعره كام؟ طيب احنا عندي الايد بلس عندي بيستارت عندي من اول 7000 جنيه.
ممتاز. 7000 جنيه وبدي لك ضمان 3 شهور، واطلع لك معاه الشاحن والكفر والسكرين عشان خاطر محمد. يعني اي حد جاي من الشانل بتاعتنا هياخد الشاحن وهياخد جراب وهياخد سكرينه، ومش بس كده، بس في ضمان شهر كمان ليك، يعني 4 شهور مش 3 شهور. يعني 4 شهور ضمان. يعني انت هتاخد الموبايل حرفيا لو الموبايل فيه اي مشكله. طبعا كلكم عارفين ان انا اصلا شغلانتي فن صيانه موبايل اللي متابعني في الشانل، فخليني اقول لك ان الموبايل لو في اي عيب حرفيا بيبان معاك من اول شهر، واخر عيب ممكن يظهر معاك هو الشبكه. ولكن انت 4 شهور فعلا الموبايل لو فيه مشكله لازم هتبان معاك في فتره شهر واحد، ومعاك 3 شهور كمان يعني سبير، فانت مش محتاج اكتر من كده. طب ده ممتاز جدا في البدايه. طب خلينا بقى نقول بعد كده لو هنطلع مثلا للايفون اكس، لان بتسال عليه كتير جدا. اسعاره عندك بطارياته بتبدا من كام وبتنتهي عند كام واسعاره؟ هو الاكس دلوقتي قليل شويه في السوق عموما، في الطبيعي في السوق قليل، بس انا عندي حالات نضيفه قوي بتبدا مثلا من اول 7500 ل 64 جيجا. كل البطاريات اللي عندي، اقل بطاريه عندي 88 90%، كله كده فيما فوق. يعني متوسط السعر بيبدا من كام وبينتهي عند كام مثلا؟ من 7.5 لحد 10000 جنيه ال 256 جيجا لو بطاريه 100% والجهاز ما تشحنش خالص. طيب سؤال بقى للاسف، في بعض الناس عندي، خليني انا بقى ماليش في المجال ده خالص وعايز اساله لك، لان في بعض الناس بتقول لي ازاي موبايل ايفون اكس بطاريه 100%؟ اكيد الموبايل ده تجميع، فيا ريت ترد برضه عليهم في الحته دي. انا عندي حاجه هنا مميزه، انا بجيب شغل كتير قوي وبجيب شغل من مصادر موثوقه منها من ابل، فببقى جايب اجهزه ريبليسمنت من ابل. ده بيبقى جهاز مش معاد تصنيعه، هو جهاز مستبدل من ابل. ابل لما بتيجي بتعمل جهاز، عشان في ناس كتير قوي عندها المعلومه ديت غلط، ابل لما بتيجي بتعمل خط انتاج لجهاز بتعمل خط انتاج تاني زيه، علشان لو جهازك فيه لا قدر الله عيب بتلاقي طول ضمان السنه ده كله ابل بتدي لك جهاز تاني بداله، ما بتصلحش الديفايس بتاعها، ما بتصلحش حاجه. هي دلوقتي بدات تعمله في ال14 برو ماكس، ان هي بدات تصلح القطعه اللي بايظه، اما في الاجهزه القديمه كلها بتبقى حاجات ريبليسمنت مستبدله من ابل، اللي هي بتبقى نموذج ان. اظن يعني خلي بالكم الاجابه واضحه جدا لكل الناس اللي بتفضل تقول ما فيش ايفون اكس بطاريه 100%. طب خليني اسالك اخر سؤال قبل ما نكمل بقيه الاسعار. انا اول ما دخلت وقلت لي لقيتك بتقول لي حاجه كده، خلينا اقف عندها. قلت لي لو اي حد جايب موبايل وليكن دولي انت ممكن تديله ضمان عن طريق الاسطوره عندك حتى لو هو ما جابش الموبايل من عندك. بالظبط، انا بدي ضمان علشان انا واخد اوزورايزد من اي بي ام، فانا بقدر ان انا ادخل الجهاز ضمان عندي طول السنه بتاعتك، طالما التشيك كفرج على ابل سبورت عندك موجود لسه في الضمان سنه عندك. يعني انت لو جايب الموبايل اصلا من بره مصر فانت برضو ممكن عن طريق ايفون ستور هنا تاخد ضمان على الموبايل وهتكون مطمن جدا، عشان في بعض الناس بتخاف من الاجهزه الدولي. فهنا مع ايفون ستور الموضوع دوت مشكلته هتتحل معاك تماما تماما. طب يا ريت كده بقى مع بعض سريعا عشان ما نطولش على وقتك ووقت المشاهدين، ادينا فكره كده عن باقي الاسعار اللي عندك ابتداء من ال11 لحد ال14 برو ماكس مثلا. انا عندي الاجهزه، امسك كده بقى انت المايك. انا عندي الاجهزه ال11 عندي حالات نظيفه قوي، بطاريات بتبقى 100% من اول 14500 لحد 16500، اجهزه نظيفه جدا. عندي بقى الحاجات اللي انا بقولها دايما عليها. طيب احنا دلوقتي عندنا حاجه كده عامله زي الاثار، اكس اس ماكس، جهاز ريبليسمنت من ابل، جهاز لسه نو اكتف بضمان سنه من ابل. يعني لو احنا دلوقتي جينا اكتفنا الجهاز، اي حد اشترى الجهاز واكتفه هيلاقي فيه لسه ضمان سنه، بيجي بالكرتونه البيضه بتاعته ديت من ابل، وهطلع لك معاه الشاحن بتاعه والكفر والسكرين. وعندي برضو اجهزه اكس اس ماكس، وطبعا عندنا 11 برو ماكس، وعندي 12 عندك بيبدا من كام؟ ال 11 برو ماكس عندي بيبدا من اول 17500 ل 256 جيجا، وعندي حاجات تانية بتبدا من 15500 ل 64 جيجا. حالات في حاجات عندي بتبقى بكرتونه وفي حاجات من غير كرتونه، لما محمد بيبص عليها كده هيقول لك ايه الحاله. انا مش هقول حاجه، هو فتح الباترينا وشاف لوحده. خليني اقول لك على حاجه بسيطه جدا فعلا وبصدق. انا يمكن لسه فاتح الباترينا حالا، انا ما نقيتش جهاز معين وجيت عشان جاي اوريه لك، انا خدت الجهاز بالصدفه جدا وجاي لك بيه على الكاميرا اهو. اول موبايل جه في ايدي، بص كده حاله الموبايل عامله ازاي، ركز كده معايا في حاله الموبايل، اظن التفاصيل كلها باينه. عشان كده لما جيت قلت لك انت هنا هتشوف حالات للموبايل فعلا هتكون فوق الممتازه، مش بس انك بتشتري موبايل مستعمل زي ما انت شايف. ويمكن ده السبب الوحيد اللي خلاني انا اللي طلبت اجي واصور داخل الستور هنا.
زي ما انت شايف فعلا مكان. بس عايز اقول اتفضل. معلومه للناس، اتفضل. للناس اللي بتقلق من الجهاز اللي من غير كرتونه. احنا على فكره لو الناس لاحظت بره مصر، في امريكا، في الاماكن اللي بره مصر، بياخدوا الجهاز بيشتروه من ابل وبيرموا الكرتونه في الزباله. الكرتونه ما بتفرقش غير في سعر الجهاز، حاجات بسيطه هنا في مصر. ولكن انت متاح عندك سواء بكرتونه او بدون. عندي بكرتونه ومن غير كرتونه، بس اللي انا بقول له بس للناس علشان فهمت. الناس بتبقى خايفه ان هي تشتري جهاز من غير كرتونه. الجهاز اللي من غير كرتونه انت بتاخد من عندي فاتوره وبتاخد ضمان من عندي، في مشكله في الجهاز في اي حاجه تقدر انك انت تيجي الفرع وتستبدل الجهاز او تسترد فلوسك. بصوا يا جماعه، يعني فعلا زي ما بيقولوا كده، يعني حلويات بمعنى اصح. بصوا حاله الجهاز، بصوا يعني بصوا ايفون 12، بصوا الله اكبر. الجهاز زي ما انت شايف مفيش بقى خرابيش، ما تلاقيش الموبايل متبهدل منك، ما تلاقيش الموبايل واخد وقعات كتير او صدمات مأثره على الموبايل. فعلا كانك لسه بتشتري موبايل جديد لاول مره. فكون ان انت بتشتريه مثلا زي ما انت شايف كده، انت كانك بتشتري جديد. فخلاص يعني ده انا بالنسبه لي ده مش موبايل مستعمل، يعني انا بجد فعلا بصدق ده مش موبايل مستعمل، ده موبايل جديد. فكون ان احنا مثلا يعني ده مثلا يا مستر طه ممكن يكون سعره كام ايفون 12 ده ده؟ ايفون 12 بطاريه 100% مع الكرتونه، ولسه في ضمان لحد شهر واحد السنه الجايه. لسه في الضمان، خلي بالكم. ده الجهاز ده عامل 21,000 جنيه. طب معلش، عشان ممكن حد يقول لك انا عندي السيرتين، انا لسه جايب سيرتين ب 22. طب انت السيرتين عندك بيبدا من كام مثلا؟ السيرتين عندي بيبدأ من أول 21,000 جنيه. الفكرة كلها في الحالة بتاعة الجهاز. خدت بالك؟ يعني هو عنده سيرتين برضه ب 21,000، عشان ما تقولش ليه 12 ب 21 وانا جايب سيرتين. مش شرط، زي ما قال لك الحاله بتلعب دور كبير قوي في سعر الموبايل. طب قول لي كده السيرتين برو ماكس برضه سريعا اسعاره. السيرتين برو ماكس عندي الاستورج ال 128 بتبدأ من أول 28,000 جنيه لحد 35,000 جنيه، لحد في بطاريات 100%، وفي حاجات كمان بيبقى فيها ضمان كمان من ابل. وعندي ال 256 بيبدأ من أول 32,000 لحد 36 و37,000، وبطاريات في منهم 100%، وفي حاجات لسه كمان من ضمانات من ابل، وكلهم معاهم الكراتين بتاعتهم والكابلات بتاعتهم الأصلية. ادينا بقى نبذه سريعه كده عن ال 14 برو ماكس. انا هقول لك ال 14 برو ماكس ده انا كنت اول حد فعلا في مصر يجيب 14 برو ماكس خطين يوزد. انت خدت بالك من الثقه انه اول مكان، وبيقولها لك بكل وضوح انه اول مكان يجيب 14 برو ماكس 2 شريحه في مصر. فهو خلي بالك الناس دي عارفه هي نازله السوق ازاي وبتعمل ايه، مش مجرد ان هم فاتحين وبيبيعوا اجهزه بس. فركز قوي في المعلومات دي. عندي 14 برو ماكس و14 بلس، وعندي 14 عادي. كل الكلام ده كله لسه في بالكرتونه بتاعته، ولسه في الضمان سنه قدام. طيب خليني بقى اقول لك على حاجه كده سريعا. بصوا بقى يا جماعه، طبعا انا هسيب لكم رقم مستر طه هنا، وهسيب لكم رقم الستور موجود، بحيث لو حد فيكم عايز يعرف اسعار اي حاجه معينه، حابب يعرف اي حاجه في المكان، خليني اقول لكم ان انتوا هتقدروا تتواصلوا معاهم، والناس مستجيبه جدا في الردود عليكم. بس خلينا نبص كده مع بعض بصه سريعه كده في المكان. تعالى كده معايا، تعالى معايا، لف زي ما انت. طيب مستر طه، انا شايف هنا بقى الاجهزه، انا مش شايف حاجه مثلا مستعمله، انا شايف كله في الكرتونه بتاعته. ديت الاجهزه الجديده موجوده مثلا عندي من الاول ايفون 11 موجود عندي جديد، وال13 وال12 وال12 برو ماكس. ممتاز. والاجهزه العاليه كلها اللي هي لسه موديل السنه، كل ده موجود عندي جديد. خلي اسعارهم للمتابع، لو جه مثلا هو سالك هو هيتواصل معاك. بس في بقى حاجه هنا، طيب احنا متعودين يا جماعه لو اي حد عايز يشتري مثلا ايربودز او حاجه دايما بتلاقيها جديده. انا خدت بالي هنا قدام مستر طه انا شايف حاجات كمان يوزد. يعني انت ممكن تشتري ايربودز اوريجينال ويوزد، فده هيوفر معاك كتير جدا. وكلنا عارفين منتجات ابل لو اشتريتها يوزد ما تخافش منها، لانها فعلا بتعيش معاك سنين، بس مش مجرد شهرين او 3 شهور. طبعا انت لو لسه بتتابعني لحد دلوقتي اوعى تكون لسه ما نزلتش عملت اللايك، يعني حرام الحاجات دي ما كنتش حاطط لايك على الفيديو. بص ديت يا محمد، دي ايربودز برو مع الكرتونه بتاعتها، ولسه فيها ضمان لحد شهر 6، يعني اللي فيها لسه ضمان مثلا حوالي 3-4 شهور من نزول الفيديو ده، بالكابل بتاعتها والتبس كمان بتاعتها. بص كده، خلي بالك من الكابل كده معايا زي ما انت شايف. بص شايف القفله بتاعته، واخد بالك من الحالات اللي احنا بنعرضها. ده كان سبب ان انا قلت لك في بدايه الفيديو ركز معايا قوي في الحالات. وواخد بالك ان الايربودز اصلا لسه في الضمان، يعني مش بس الموبايلات اللي في الضمان، حتى الايربودز متاح معاك لسه ضمان فيه، تقدر تاخده معاك ضمان عشان تبقى مطمن بنسبه 100%. طيب تحب ناخد نبذه عن الاسعار، ولا نخلي المتابع لما يكلمك يعرف بس السعر يبقى مفاجاه بالنسبه له؟ انا كل حاجه هظبطها، اي حد جاي من عند محمد هظبط له السعر على الاخر.
تعالوا بقى نروح بقى للحاجه اللي اتطلبت مننا كتير جدا وهو الايباد، وتعالوا نشوف اسعاره وتعالوا نشوف حالاته برضو مع بعض. يلا بينا. تعالوا بقى احنا دلوقتي جينا للايباد، تعالوا بقى نشوف كده الحالات بتاعته والموديلات اللي موجوده. وخلي بالك لو في موديل معين انت مش شايفه هنا، مستر طه يقدر يوفر لك اي موديل انت محتاجه، فبس كل اللي مطلوب منك اتواصل معاه. طيب قول لنا كده يا مستر طه بعد اذنك الموديلات اللي طيب موجوده. انا عندي الايبادات من اول الاير 1 ديت، الحاجات اللي هي القديمه. لو حد مثلا عنده طفل صغير مش عايز مثلا يجيب له حاجه موديل عالي، فيجيب له مثلا الاير 1 ده 32 جيجا مع الكرتونه بتاعته اللي هو في الاستخدام الخفيف. ممكن يطلعوا مثلا بقى حاجه عاليه شويه، ليفل ممكن أعلى اللي هو شوية يا شباب. اللي هو ال5 جنريشن ده 32 جيجا، تمام. برضو حالته نظيفه قوي. بطارياته برضو عاليه، يعني مش البطاريات القليله. في مثلا بقى برضو الايباد اللي هو ال7 جنريشن. في بقى حاجات تانية زي ال9 جنريشن وال6 جنريشن والميني 6 والحاجات اللي هي الناس اللي هي بتستخدم اللي هي الايبادات اللي هي 12 و9. الليفل بقى اللي هو خلاص انت دخلت كده في الليفل بقى، لو انت فعلا محتاج حاجات تسعفك بقى في شغلك في مونتاجك في حاجات زي كده، لان في ناس بتستخدم الايباد في مونتاج وحاجات زي كده، فده هيفيدك قوي معاك. برضو الشاشه بتاعته هتكون على كبيره. فكرة يا محمد، انا عندي برضو الكفرات اللي هي بتقلب الايباد لللابتوب لو هم عايزين يحطوه في قلب الكيس بتاعهم. موجود عندي الاوريجينال بتاع الابل الاصلي، وفي عندي الحاجات التانية اللي هي الفيرست تاي كوبي، ونوع نضيف جدا. تعالوا بقى دلوقتي كده ندخل مع بعضينا ونشوف كده الابل واتش مع بعض ونشوف الحالات اللي موجوده برضو. طيب قول لي بقى يا مستر طه، انا شايف الابل واتش هنا برضو ما شاء الله، يعني الحالات كلها فعلا ممتازه، فادينا كده نبذه عن الموديلات اللي موجوده طيب انا اقول لك والاسعار. بالنسبه لليوز اللي عندي حالات ايه. يعني انا مثلا اعلى حاله عندي الالترا. الالترا دي كسر زيرو. طب ديت كسر زيرو ليه؟ حد كان جاي من المطار فاكتفها، كان لابسها في المطار وقلعها فجابها خدتها يوست، فانت لسه فيها متخيل ضمان سنه. يعني انت هتاخد ابل واتش حرفيا زيرو بسعر المستعمل، ففعلا ديت للناس اللي 24000 جنيه ثمنها جديده النهارده 28 ونص و29. حرفيا انت في 5000 جنيه يعتبر كده. طبعا ده للي هاوي اول موضوع الساعات الابل واتش والكلام ده، دي بالنسبه له نقطه اللي بيقول لك. والفتنس كمان لو حد بيلعب جيم والكلام ده، هي اهم حاجه ليها كده. طبعا في مش محتاجه شرح هي ايه مميزاتها وممكن تعمل معاك ايه، بس فعلا في 5000 جنيه كده مش موجودين في سعرها، بلس ان هي لسه فيها سنه ضمان. طيب وعندنا مثلا حاجات بتبدا من اول السيريس 6 والاس اي، حالات بطاريات برضو 100% و94 كلها فوق ال 90، معاهم الكراتين بتاعتهم. وفي حاجات فيهم لسه في الضمان، يعني الاس اي ديت نايك اديشن، هو اصدار نايكي، فديت معاها الكرتونه بتاعتها وحاجتها كلها، البندات بتاعتها والكابل بتاعها لسه اصلا ما اشتغلش. مستر طه قال لك اي حاجه عليها تفاحه هتيجي هنا هتلاقيها موجوده، بالظبط. فحرفيا انت ممكن تدخل الايكو سيستم كامل هتلاقيه موجود هنا، مفيش حاجه فعلا هتقف فيها، اي حاجه بتحلم بيها خاصه بشركه ابل فعلا هنا في ايفون ستور هتلاقيها موجوده. تعالوا بقى اوريكم، معلش يا محمد، لا معلش. براحتك، تعالوا خد بقى وقتك. اوريكم ماك او اي ماك من اول 6000 جنيه يا محمد. دي حاجات ماك نقط ب 6000 جنيه تشتغل عليه وتعمل عليه اللي انت عايزه. تعالى بسرعه، تعالى يلا، تعالى. فين بقى السعر اللي انت قلت لي عليه، لان حرفيا انا اول واحد ممكن اخد منك دلوقتي جهاز. طيب محمد، زي ما انت شايف كده الايماكات اللي فوق ديت، ده جهاز ويندوز بي سي عادي، بس ده من ابل اسمه ايماك. ده فيه كل المكونات بتاعت الجهاز كلها في شاشه واحده بس، ولا كيسه ولا اي حاجه، للناس اللي هي بتشتغل جرافيك والناس اللي هي بتلعب جيمنج والناس اللي عايزه حاجات تقيله. الماكات دي اكتر حاجه بتستحمل في الكلام ده كله، من اول 6000 جنيه وانت طالع بقى تقدر انك انت تمسك بالامكانيات انت اللي انت عايزها. خلي بالك اوعى تقول ان هو بيقول لك 2009 فالسعر ده مقبول، انت فعلا الحالات دي وبالسعر ده صعب جدا في الايام اللي احنا فيها دي ده تلاقيها. على فكره من اول 6000 جنيه لحد وانت طالع 100 وشويه، يعني انت متخيل على حسب الامكانيات بتاعتك. الموديلات الجديده معديه ال 100000 معاك، فانت نكون ان انت هتقدر تمسك ابتداء من 6000 جنيه، فالموضوع بالنسبه لك فعلا مبهر. تعالى بقى انا عايز اشوف الجرابات بقى، لان فعلا هنا شايف تشكيل الجرابات فعلا شدتني سواء رجالي او بناتي. تعالى نشوف الجرابات كده، تعالى لي بقى كده بقى، بص بقى كده شويه حلويات موجوده فعلا داخل الفيديو، فخلي مستر طه يقول لك كده خلي بالك ده مش مجرد جراب عادي زي اللي ممكن تروح تجيبه مثلا ب 50 جنيه او ب 100 جنيه، هنا في جرابات اوريجينال موجوده. فمستر طه بقى افضل حد هيقدر يقول لك الجرابات دي وهيقول لك اسعارها وهيقول لك كل حاجه عنها. طيب انا عندي جرابات من اول حاجات قليله جدا، اللي هو مثلا زي السيليكون كيس اللي الناس كلها بتحبه، اللي هو بيبقى متبطن قطيفه من جوه، في الحاجات ديت.
لل 14 برو ماكس كل الاجهزه موجوده، من اول الايفون 6 عادي لحد ال 14 برو ماكس كل الجرابات موجوده. في عندي حاجات اوريجينال. انا عايز اشوف الاوريجينال بقى للناس اللي طيب بتسأل احنا عنه. مثلا عندنا دلوقتي حاجه زي النيمي الاصلي ده. بص يا محمد، تعالى لي كده. الفيراري ده اوريجينال. كل الحاجات دي يا جماعه اوريجينال 100%. يعني هنا هتلاقي الليفل العالي اللي انت ممكن تجيبه من اي ستور، ولكن هنا التميز بتاع ايفون ستور اللي انت مش هتلاقيه غير موجود. انا لما عرفت ان محمد جاي النهارده جايب شويه جرابات حبيبي. لينكس اصلي، حاجات حبيبي. مش موجوده بص عند بقى حد يعني اصلا. فعلا فاهم؟ الجرابات دي للناس اللي فاهم. فعلا يا جماعه الجرابات دي للناس اللي فاهمه قوي وغاويه الجرابات الاوريجينال. فعلا حاجات تحف زي ما بيقولوا كده، زي ما مستر طه قال لك في بدايه الفيديو، دي حته اثار موجوده. ركز كده معايا في التفاصيل اللي موجوده جوه الجراب، ركز معايا. حتى الماكات، لو انت عندك ماك مثلا او انت جايب ماك، عندك الكفرات بتاعته والسكرينات بتاعته، حتى الحاجات اللي بتتحط على الكيبورد اللي هو الستيكرز اللي بتتحط على الكيبورد، كل ده برضو عندي موجود. اي حاجه للماك حتى لو حاجه مش موجوده عندي بقدر ان انا اوفرها لك في خلال 48 ساعه. الموضوع يا جماعه مبهر. طب مستر طه مش بس بيكتفي بالموضوع التفاحه، لا ده في ليفل اعلى كمان. انا شايف هنا بلاي ستيشن 5. في بلاي ستيشن، فيعني حتى بلاي ستيشن 5 لو انت غاوي، لا الموضوع هنا برضو في حاجات حلوه لسه. عندي منه يوزد وعندي منه جديد. طيب خليني اقول لك كده، تقريبا احنا عرفنا يعني بنسبه حوالي 50% من داخل ايفون ستور عن بعض المنتجات اللي موجوده. بس في ناس دلوقتي ثانية واحدة بتسال. بس، ثانية واحدة، احنا ما قلناش على الكلام القسط. تقدر كل اللي انت شفته ده كله تقدر انك انت تقسطه وما تدفعش حاجة خالص. لحظه، بالبطاقة. على اي لو لا، انت لا. موظف تيجي تقسط بالبطاقة. بالبطاقه بس. بالبطاقة تبقى مش معدي متلون؟ 21 سنة ويبقى مكتوب في البطاقة موظف، تقدر انك انت تقسط. بينزل لك ليميت وتقدر انك انت تقسط بيه، وتقسط من اول 6 شهور لحد 40 شهر. انت متخيل ان انت معاك اوبشن تقسيط لحد 40 شهر؟ 60 بقوا 60. عارف يعني ايه 60 شهر ممكن تقسط بيهم موبايل؟ يعني تقريبا لو موبايل ثمنه 20,000 جنيه انت بتدفع في الشهر حوالي 600 جنيه، 600 وكسور. يعني تقريبا في اليوم حوالي 20 جنيه. تقسط الايربودز كمان ب 15 جنيه في اليوم عندنا احنا بس الكلام ده. خلي بالك ايربودز اصلي، انت بتتكلم في حاجات اوريجينال مش حاجات كوبي، مش اي 11 مثلا. فانت عارف يعني ايه 15 جنيه في بقول لك ايه يا الشهر؟ محمد، انا عندي حاجات كوبي للناس اللي ما معهاش فلوس قوي. بصوا بقى بجد فعلا اللي مش هيتواصل مع ايفون ستور هو اللي خسران. وحاجات كمان عليها ضمان، يعني انا كمان هدي لك ضمان على الكوبي. الايربودز السيمي اوريجينال عامل عليها عرض. انت عايز ايه تاني؟ انت حرفيا عايز ايه تاني؟ موبايل ممكن والابل تجيبه. الترا برضو عامل عليها عرض. انت واخد بالك؟ انا مش عارف حتى اكلمك من كتر العروض اللي موجوده. 50% عرض على الاكسسوار كله خصم عشان خاطر محمد. انزل حط لايك، انزل حط لايك واستنونا في الفيديو اللي جاي. فعلا هيكون معانا عروض قويه جدا جدا. وعايز اقول لك على حاجه، وانا متاكد ان دي هتفرح ناس كتير منكم. الفيديو ده مش هيكون الفيديو الاخير في ايفون ستور. انا متاكد ان انتوا اكيد بنسبه 100% انكم هترجعوا تطلبوا مني ان اعمل لكم فيديو واثنين وثلاثه عن كل منتج جديد بيدخل داخل ايفون ستور. يا رب اكون قدرت اقدم لكم معلومه مفيده داخل الفيديو واكون فدتكم. واستنوا مني حاجات الفتره اللي جايه هتكون قويه جدا جدا جدا. مستنيينكم في شارع العريش، في منتصف شارع العريش قدام سنتر بين الجناين، ايفون ستور الهرم. لحظه بقى، لحظه، عشان احنا نسينا حاجه دلوقتي. معلش، لو اي حد عايز يتواصل معاك يا ريت تدينا ارقام الفروع اللي عليها واتساب، او اي حد يقدر يتصل بيكم يوصل معاكم مباشر. احنا الرقم بتاعنا معروف 010 3 وحيد 29 603 و010 3 وحيد 29 408. طبعا. وعندنا كمان صيانه 01000 951 351. اي حاجه في الصيانه، هاردوير سوفت وير، كل ده موجود عندنا هنا. الارقام دي عليها محمد واتساب. بقول لك قطع غيار اصليه وقطع غيار كوبي على حسب ما الزبون عايز وبالسعر اللي هو عايزه كمان. خلي بالك انه قال لك هيديك ضمان على اي ايفون يوزد 4 شهور. فعلا من كتر العروض انا بدات انسى، يعني انا فعلا بدات انسى اللي بيتقال كله. انت متخيل 4 شهور على موبايل يوزد؟ دي محدش بيعملها. كون انك تقدر تقسط على 60 شهر بس بالبطاقه، اوبشن مش هتلاقيه غير في ايفون ستور. كون ان انت هتلاقي هنا جرابات اوريجينال، هتلاقي ابل واتش اصلي، هتلاقي اير. فعلا كميه عروض انت مش هتلاقي غير في ايفون ستور الكلام ده. واستنوا مني حاجات الفتره اللي جايه هتكون قويه جدا جدا جدا. هنكسر الدنيا. احنا فعلا كسرنا الدنيا. مع السلامه.